المشكل اللي عندنا حنا علاش كان النقاش دار هذا الان هو الميزانيه ديال فريق الوداد الرياضي، هي انه صعيب انه نجيبوا لاعب بالقيمه ديال رونالدو، ولكن كتبقى كاين دي بروتوكول، كاين بزاف الامور اللي تقد تكون لانه حدود الساعه حتى شي حاجه ما بعيده. رونالدو طرح الاسم ديالو، اللوغو ديال الوداد كما كنقولوا تسوق عالميا ديال الله سبحانه وتعالى بدون هادشي كيبقى انه مزيان الوداد، مزيان. نتمنوا انه اللي غيجي الوداد رونالدو ولا اكس، راه غير هو رونالدو ولا جا الوداد راه تسويق عالمي، غيضخ اموال عديده من القميص، من بزاف الحوايج، من المقابلات اللي غيلعب. ف شي حاجه اللي خياليه بالنسبه لي انه كنشوفها ان الوداد مع رونالدو. تتبقى انه خبر واش غيكون يعني غيكمل ولا ما غيكملش، كيبقى الايام. كريستيانو في الوداد، كريستيانو في دونور، كاين الفال انه كاين المرابط، راجل مرابط بشويه سير ضريبه يوسف. لا هو الفال كاين، احنا نمشيو ضريبه جوده. الخبر ديال كريستيانو رونالدو بالنسبه لك انت كيفاش لقيتي هذا الخبر؟ فاش قريتيها في ماركا؟ واش نقول لك، الخبر ماشي تفاجأ، كاين مفاجاه، ولكن فهمتي في هذا الوقت هذا ما يمكنش اي واحد او اي فريق يقدر يتكلم او يرتبط الاسم ديالو باسطوره بحال كريستيانو رونالدو. كنعرفوا التاثير ديالو ايضا في الريزو سوسيو اللي اليوم بغينا ولا كرهنا ولات وسيله يعني مؤثره، ولات وسيله كتخلي يمكن كدير واحد الدور كبير في التسويق ديال لوغو او نادي او ماركه مسجله. فماشي اي فريق في هذه المرحله دي يقدر يربط الاسم ديالو كريستيانو، لانه الوداد مشارك في كاس العالم ديال الانديه وعنده ديك لوبسيون ديال يقدر يجيب اسماء كبيره في مرحله ديال كاس العالم ديال الانديه كنعرفوها، اللي ايضا تكون عند الوداد فرصه باش انه يتعاقد مع لاعبين كبار كما قال يوسف وبزاف ديال المتتبعين بان الوداد الا جا كريستيانو مرحبا، الا ما جاش الوداد استفد من هذه النقطه ديال التسويق الاسم ديال الله. فوالا، وكما كنقولوا ما كاينش دخان بلا عافيه، ضروري كاينه شي حاجه، ولكن يكفي فقط غير المحاوله، لانه حتى الوداد راه فريق كبير حاضر في مسابقه كبيره عالميه، كان باقي ما مستوعبين ما كاينش الاستيعاب ديالها، ولكن هذا راه واقع كيفرض نفسه. والدليل اليوم الا مشيتي مثلا للسفاره ديال الولايات المتحده الامريكيه هنا في كازا، غتلقى الجمهور ديال الوداد راه شاد الصف على الفيزا وكيتقاتل باش ياخذ البي ديالو باش يمشي يشوف واحد 15 جور ديال مباريات كبيره كونتر مانشستر سيتي، كونتر لا يوفي والعين الاماراتي. غير هي اللي قربت شويه هاد الاحتمال ديال كريستيانو رونالدو يكون بتوب فريق الوداد الرياضي، هو يعني كريستيانو الموضوع ديالو مع الفريق ديالو السعودي، يعني الرغبه ديالو في يبدل الاجواء او ليغوسياسيون اللي كاينه دابا، باغي يكون. حنا كنعرفوا كريستيانو عزيز دائما يكون في الواجهه وحاضر في المسابقات الكبيره، تواجده مع فريق من الفرق اللي تكون حاضره على مستوى كاس العالم. حتى انفانتينو رئيس الفيفا قال لك بانه كريستيانو باغي يلعب لا كوب دي موند وخاصو يلعب في لا كوب دي موند، علاش لا مع الوداد؟ ونقولوها يعني من النجاح ديال كاس العالم هذه النسخه ديالها الاولى، راه ايضا الى جا كريستيانو ميسي ايضا مع ميامي، لانه كاين ايضا هضره كثير عاوتاني على الكونترا ديال ليونيل ميسي مع ميامي. دونك الا كانوا حاضرين هذوك جوج، راه انفانتينو راه هو تيحلم بها باش يكون كريستيانو حاضر في كاس العالم للانديه. كتبان لي بانه رواج يعني في محله، ماشي اي واحد يقدر يقحم راسو في هذا الرواج كريستيانو اللوغو. بالفعل يعني نور الدين امرابط كما قلنا بالحموله ديالو والتجربه والخبره اللي خدا مع الفرق اللي لعب ليها، الى جانب ايضا المنتخب الوطني المغربي. نور الدين امرابط يعني سي فغي يعني لاج ديالو في هذه المرحله هذه بارابور مع سفيان، لانه كان بزاف كيتوقع بانه سفيان امرابط ميليو تيران. نور الدين امرابط الكاليتي اللي عنده اكسونتري، هو كان في كولوا متفق مع المنتخب لعب سعود. الجرينتا والقتاليه ديالو حنا ما ناقشوش عليها، دائما ما كان هو محارب ومقاتل. كيبقى فقط غير التوظيف ديالو، لانه الاخبار اللي عندنا بانه وقع السنه فارق الوداد الرياضي. يعني حتى الوداد يعني ما فكروش فقط غير في اللاعب اللي يجي يلعب فقط كوب دي موند، ايضا اللاعب اللي يقدر يكمل مع الوداد من بعد المسابقه ديال كاس العالم والمسابقه اللي غتكون السنه المقبله ان شاء الله. متوقع بانه يعطي اضافه داخل المجموعه. والوداد يعني في حاجه ما نساوش يسرى، بانه العامل ديال الخبره في الوداد بغينا ولا كرهنا مهم وقليل بزاف. انا تذكرته غير البيريود ديال جمال حركاس ملي تسحبات منه الشاره ديال العماده، راه ما كاينش حتى واحد ما عارفش شكون غادي يكون الكابيتان، بمعنى انه العامل ديال الخبره والاكسبيريونس، شي واحد اللي يكون يعني عنده الامكانيه ديال انه يجمع الجروب، مدرب ثاني مثلا داخل الفريق. هذه النقطه هذه غادي تجرني نور الدين امرابط هو اللي ياخذ الكابيتان بالنسبه لي، يعني في الخبره ديالو والاكسبيريونس بن عبيد راه فايش مرابط راه هو غادي يحشم ويعطيه. شوف هذه نقطه للنقاش، انا غير وضعت يعني كيفاش الصوره كيفاش كانت قبل يعني الوداد خصو العامل ديال الخبره، اللاعبين اللي عندهم اكسبيريونس لاعبين مسابقات كبيره. فنور الدين امرابط تيبان بانه في هذا الكوتي يقدر يعاون فيزيكمون بدنيا، واش يقدر يكون منافس لباقي الاسماء، لانه في لي سيونس دونطرينمون واللي وصلنا بانه قريب بزاف من اللاعب ريحي
اللي حتى هو فورماسيون ديال هولندا، وي. يعني قراب بزاف من بعضياتهم، وغتكون المنافسه ما كاينش فقط غير الريحي، راه كاينه منافسه مع ناسي مع الشادلي اللي يقدر الشادلي اللي ممكن اخر تصريح ديالو في الصفحه الرسميه، فهو يعني عنده واحد الطموح بالنسبه للفريق الوداد الرياضي، وقال بانه انا قبل ما نجي كمدرب فيعني ما عشتش كلاعب ولكن عشت كمساعد مدرب، عارف الاجواء. هو قال بانه الوداد هو قميص السعاده بالنسبه لي انا، واحد يلبس القميص ديال الوداد غيكون فرحان باش يأدي. دونك الميساج ديالو بالنسبه للاعبين راه واضح. هو بالنسبه لي مع الوداد راه عنده طموح حتى هو، يعني عنده فرصه، لانه حتى واش كنا كنقولوا انه بن هاشم غيكون مع الوداد في كوب دي موند، حتى واحد ما كنقولوا. المتفائلين او هذا كيقولوا بانه او هو اللي كان متفائل غيقول لك من بعد لا كوب دي موند. دونك هو غادي الكوب دي موند، عنده 3 ماتش، يعني غير رجع وغيسترجع هو تجارب اخرى. وفي الامس القريب غنقول الركراكي، غنقول السكيتي، وكذلك غير هو السكواد اللي غادي معاه هو اللي غيشرف عليه. جو بونس هو لا بريباراسيون كانت بالنسبه ليه يعني واحد الاجل اللي هو ماشي صغير، فهو ما نقولش ما يتلامش، غيتلام، لانه هو خدا يفو اسيمي. انت جيتي الوداد فراه غتمشي الجمهور كيما صبر على ماكوينه راه غيصبر على بن هاشم. هذا هو الميساج للجمهور. الجمهور ماشي صبرتي على ماكوينه ويجي بن هاشم حيت ولد البلاد غادي كما درنا الرمزي. لا، بن هاشم بين بانه عنده 3 الماتشات لعبهم، فجاب لك 9 بوان غادي نعقلوا عليهم، وغيمشي الكوب دي موند غيدير واحد بريستاسيون اللي غتكون بالروح الوطنيه. راه غادي يلعب ماتشات ماتشات صعاب ما نسهلهمش. انا دائما كنقولوا مانشستر سيتي وجوفونتوس كنساو العين، راه حتى العين حتى فرق. دونك 3 الماتشات غيكونوا صعاب للوداد، ومورا المونديال كاين نقاش لكل حديث حديث. جوده المشروع ديال بن هاشم، واش بالنسبه لك كيف ما قال يوسف، الجمهور خاصو يصبر على بن هاشم وما يحكمش عليه في المباريات ديال لا كوب دي موند، ويتسناو حتى نبداو الموسم زعما مع البطوله ولا كوب دو لا كاف وكاس العرش، وديك الساعه نحكموا عليه. يمكن شنو نقول، ما بغيتش نكون شويه متشائم، ولكن هذه المرحله انا تتفكرني بالمرحله ديال عادل رمزي. الا ذكرت عادل رمزي اللي كان جا الوداد ولقى انفاس مع كاس العرب والا اف ال، هي المنافسه ديال الافريكان فوتبول ليغ اللي مشى فيها حتى لا فينال مع فريق مامريتي سان داونز. وكان الجمهور تيقول بانه عادل رمزي راه خصو الوقت، ما ندويش مع بخصوص المسابقه ديال كاس العرب، وشفنا كيفاش كانت التحضيرات وكانت الامور. من بعد ما مشى الاي اف ال وكان الماتشات متقاربين في اول نسخه، وصل لا فينال ولا فينال تخسرت في بريتوريا. الوداد نورمالمون الجمهور ديالو خص يكون عنده، يعني ولات عنده هذه الخبره وهذا ما يطيحش في نفس الخطا. لانه بزاف تيقول دابا في هذه اللحظه من بعد المرحله ديال المكونه اللي كان حاضر في مقابله ديال السداد الاسبوع هذا في الملعب الفوسفات بخريبكا، تبع المقابله ديال الرجاء الحسنيه. يعني بزاف تيقول بانه المرحله ديال عادل رمزي ما خصهاش تعاود، لانه عادل رمزي كان غادي مزيان، ومن بعد منها جاو لي ماتش اللي هما دائما هما الاختبار. حنا كنعرفوا الجماهير ديال الوداد باغا الرباح، باغا تتويج بالالقاب، خصوصا وصلتي الفينال وضيعتي لقب. دونك العامل ديال الوقت كيولي ضيق بزاف. دونك بن هاشم عنده هذه النقطه هذه، بغينا ولا كرهنا. هو كاين 2 المباريات وديه بطابع دولي ومرتقب. سيفيا كنعرفوها فريق يمكن ما منافسش العام على حتى شي حاجه، يعني حتى اليوروبا ليغ يمكن ما يكونش فيها، ولكن ماتش نهزم ب4-2. فوالا. ولكن اف سي بورتو فريق اللي حاضر في كاس العالم للانديه في الجروب ديال الفريق الاهلي المصري، دونك وانتر ميامي. دونك فريق اللي حتى هو عنده طابع دولي وحتى هو كيوجد نفس المسابقه. دونك محمد امين بن هاشم مطالب بالتركيز، يقلب على الريزولتا. دائما حنا ما كيكونش شي اطار وطني راه تنكونوا فرحانين بيه. كذلك المدافع الدولي المغربي إسماعيل القندوس قريب من الالتحاق بصفوف فريق الوداد الرياضي قادما إليه من جينك البلجيكي. إسماعيل القندوس اللي لعب الموسم الماضي في العروبة وقدم أداء رائع غادي يكون إضافة قوية لخط الوداد، خاصة مع معاناة الفريق من قلبي الدفاع. كما انتشر قبل قليل خبر مفاجئ ومدوي. تداولت مصادر إعلامية خبر يفيد بقرب انضمام النجم المغربي سفيان بوفال إلى صفوف الوداد الرياضي في خطوة تعزيز طموحات الفريق الأحمر قبل كأس العالم للأندية. بوفال اللي خطف الأنظار في مونديال قطر بمهاراته ولمساته الساحرة قد يكون الورقة الرابحة لوداد الأمة في المنافسات القادمة، وسط ترقب كبير من الجماهير الودادية لصدور الإعلان الرسمي.